راه قلتها لكم شحال هادي ونعاود نقولها وغادي نبقى ديما نقولها. النظام الجزائري كيصرف اموال كثيره اعلاميا باش يضلل على المغرب وباش يبرزط المغرب وباش يدير واحد البروباغندا اعلاميه على المغرب، ولكن الغلط اللي كيدير هو بانه كيصرف دوك الفلوس ولا كيسلط اغبياء، كنقولها بهذه العباره، كيسلط اغبياء باش يضربوا المغرب. وهاد الاغبياء شنو كيديروا؟ ما كيضربوا غير راسهم وكيضربوا غير سمعه الجزائر. وتخيلوا معايا دابا بغاو يشوشوا على تنظيم المغرب لكاس افريقيا 2025، صوروا واحد الفيديو اللي دري صغير يعرفوا مفبرك. انا مع الشوفه شفتو عرفت شنو مفبرك. وداك الفيديو هما ماشي فاعلينهم يضربوا المغرب فقط، يعني يشوهوا سمعه المغرب مع العرب مع العالم. الفيديو ما فاتش يومين تعرف بانه مفبرك، جميع الاذاعات العالميه واذاعه فرنسيه كتهضر عليه، وصفحات في تيك توك، صفحات جميع مواقع التواصل الاجتماعي كيهضروا على الفيديو انه مفبرك وانه خرج من الجزائر باش يشوشوا على المملكه المغربيه. طبعا هذه الادعاءات مضللة. بداية الفيديو المتداول هنا الذي نرى لقطة له في الأعلى والمنسوب لقناة فرانس 24 مفبرك. دققنا في الصوت المنسوب للمذيع، نلاحظ بأنه آلي بعض الشيء وحركة الشفاه غير طبيعية، ما يؤكد أن هذا الفيديو مفبرك وتم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي. أما بالنسبة للمقال المنسوب لصحيفة فوت أفريكا حول إمكانية سحب تنظيم كأس إفريقيا من المغرب فهو أيضا مفبرك. هما ضربوا راسهم وضربوا السمعه ديالهم. ودابا المصيبه في هادشي كامل هي انهم مصدقين داك الفيديو، كيفبركوا الحاجه وعارفينها مفبركه، كدوز واحد 3 ايام ولا 4 ايام كيصدقوها هما. العالم كامل كيكذب وكيتاكد بانها فبركه، الا هما اللي كيبقاو غاديين معاهم تيقينها. تخيلوا معايا تيكذب الكذبه وكيتيقها. تخيلوا معايا مع من حشرنا الله في الجوار وكيبقوا يضروك، وداك الحق اللي فيهم هو كيضروا غير يوصلوا. والمشكله فين كاينه؟ وراه عارفين راسهم ضروا راسهم كيبقاو مستمرين في داك الكذب وكيزيدوا يضروا راسهم. سبحان الله العظيم، يستمروا. الله يخليكم ديما اغبياء.